اول حاجة هتدور في ذهننا يقول لي يعني ايه مصفوفة؟ تعريفها، تعريف المصفوفة. ايه ده؟ ثواني بس عليا يا استاذ نادر، هو انا ممكن اسأل ويقول لي عرف؟ لا 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 خالص. بس يعني اعتقد عيب قوي نبقى شغالين على حاجة وفاهمين وعمالين نحل فيها ونحل صح واحنا مش فاهمين معناها. لا ما ينفعش، امال لازم افهم معنى اللي انا بدرسه. قال لي ايه هي بقى المصفوفات؟ قال لي هي جدولة، جدولة لمجموعة من العناصر موضوعة، موضوعة يعني محطوطة على هيئة صفوف أفقية وأعمدة رأسية. وشكلها بالمنظر ده، القوس ده كبير، قوس كبير مش قوس صغير. بص بص يا استاذ نادر، احنا مش فاهمين حاجة خالص. ممكن توضح لنا يعني ايه هي جدولة الكلام ده؟ معنى كلمة جدولة يعني بنحطها في شكل منظم، كأنها زي اسلوب جدول، بس هنا هحطها في شكل قوس منظم من العناصر، وبتكون عبارة عن صفوف وأعمدة، بحيث ان اللي يجي يقرأ البيانات ما يتوهش، يبقى بيانات منظمة موضوعة في مصفوفة في صفوف وأعمدة. طب مثال تمهيدي كده افهمكم بيه، مثال تمهيدي افهمكم بيه. لو انا قلت لكم كده يا جماعة، عندنا مصنع ادوات كهربية، غسالات على بوتاجازات على مش عارف ايه، اتفقنا؟ المصنع ده بيطلع ايه؟ بينتج ايه؟ بصوا بقى بينتج ايه؟ بينتج تلفزيونات وغسالات وثلاجات. يا تلحق يا ما تلحقش، قرب قرب قرب. ايه الكلام ده؟ احنا واقفين في سوق جمعة ولا ايه؟ لا تعالوا بصوا بقى، ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ المصنع بينتج ايه؟ اول حاجة المصنع بينتج تلفزيونات وغسالات وثلاجات، قلنا صح؟ بينتج من كل حاجة نوعين. يعني بالنسبة للتلفزيون بينتج منه نوعين، نوع مسميه ألف، نوع مسميه ب. زي مثلا كده نيجي نقول ايه؟ تلفزيون تشيبا مش عارف، تلفزيون شيبا اي كيو ده نوع، وتلفزيون تشيبا مش عارف العربي، تلفزيون شيبا مش عارف ايه جولد، انواع. يبقى هو بينتج من التلفزيون نوعين، ومن التلاجة نوعين، ومن الغسالة نوعين. النوع الأولاني بينتج 50 تلفزيون من النوع الأولاني، و74 تلفزيون من النوع التاني. وبينتج 40، بيعمل 40 غسالة من النوع الألف، و25 غسالة من النوع ب، و37 تلاجة من النوع ألف، و49 تلاجة من النوع ب. يبقى اللي يجي يقرا ده يفهم الجدول كويس قوي، ان المصنع ده بينتج تلفزيونات، عنده نوعين من انواع التلفزيونات. النوع الاولاني 50 تلفزيون بيطلع منه في الشهر 50 تلفزيون، وفي النوع الثاني 74، وهكذا. عايزين نكتب دي على هيئة مصفوفة. اهو ده بقى الجدول ده هيتحول الى مصفوفة، الى موضوعنا بقى، وده مثال تمهيدي بفهمكم بس. بصوا ازاي بقى يا جماعة بعمل قوس المصفوفة كده كبير، وبنقلها زي ما هي كده 50، واسيب مسافة، وفي النص 40، واسيب مسافة 37. اهو اللي انا عملته ده اسمه صف اول بتاع النوع الاول. في اي مشكلة؟ خدت النوع الاولاني كده بالصف بتاعه حطيته. طيب ونحط تحت 74 تحتيها بالظبط 25، 49. اهو اللي انا عملته ده اسمه
صف تاني بتاع النوع التاني. طب امال اللي واقفين دول ايه؟ اللي واقف بقى الرأسي، الخط الرأسي ده اسمه عمود اول، والتاني ده اسمه عمود تاني، واللي هنا ده عمود تالت. يبقى الافقي صف، الرأسي عمود. عرفت؟ او دينا جدولة، كلمة جدولة لان المصفوفة جاية من اسلوب جدول اهو، وعبارة عن صفوف افقية واعمدة رأسية. فيها اي مشكلة حتى الان؟ لو فاهمين حتى الان الدنيا علامة الصح. لو فاهمين اشوف علامة الصح. آية لو فاهمة ازاي حولنا الجدول ده المصفوفة اديني علامة الصح. آية نتواصل مع بعض يا ريت بسرعة، يا ريت نتواصل مع بعض بسرعة. في حاجة بقى مهمة جدا عايز اقولها لكم. اهم ما في المصفوفة اعرف هي من النظام ايه، من النظم ايه. طب ايه بقى موضوع النظم دي؟ ابدا، بقول النظم يعني هي من كام صف ومن كام عمود، ولازم ابدأ بالصفوف، ما ينفعش ابدأ بالاعمدة زي الزوج المرتب كده لما كنت ببدأ بالسينات في اعدادي والصفوف التاني. برضه هنا لازم ابدأ بالصفوف دي من النظم. هي كام صف؟ مين يقدر يقول لي من النظم كام؟ دي من النظم كام يا اسراء؟ كام صف في كام عمود؟ صفين في 3 عواميد. صفين في 3 عواميد، يبقى دي من النظم 2 في 3. محدش يقول لي 2 في 3 ب6. لا 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 لا، لان 2 في 3 دي مش ضرب. ال2 في 3 دي معناها صفين في 3 أعمدة. صفين في 3 أعمدة. طب هل ينفع نبدل ما نقول 3 في 2؟ اقول له لا 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 لا، ما ينفعش نبدل خالص. ليه؟ قال لي لان ساعتها يبقى انتوا جبتوا الأعمدة في الأول. وصلت كده يا جماعة؟ أكيد؟ تمام. عايز أسأل سؤال بقى أشوف الناس فاهمة ولا لأ. أو ال50 ده يعتبر صف إيه عمود إيه يا آية؟ في الصف الإيه والعمود الإيه؟ ال50 دي في الصف الإيه والعمود الإيه؟ الصف الأول في العمود الأول. صح، صف أول عمود أول، برافو. احمد برحب بيك يا ابو حميد. احمد اهلا بيك. حاول يا ابو حميد ما تخشش متاخر عشان ما يفوتكش حاجه، احنا لسه في بدايه المحاضره بناخد المصفوفات. طب انا هسال بقى نوران. يا نوران ال49 دي يا نوران صف ايه عمود ايه؟ صف ايه عمود ايه؟ هتبقى العمود 49 في الصف التاني العمود التالت. الصف التاني العمود التالت. يبقى دي 2 3. برافو، ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. 10/10. فهمناها كده يا جماعة؟ فيها اي مشكلة؟ تمام. طيب نشوف ازاي انا اسئل فيها. ممكن اسئل ازاي يا استاذ نادر؟ تعالوا نشوف نسئل فيها ازاي، وكمان عشان احمد يخش معانا في الموضوع في المود ويفهم الموضوع معانا. مثال هو بيقول لي ايه؟ هو المثال كبير شوية، في رغي شوية. بيقول لي ايه؟ مصنع جلود بينتج 3 أنواع من الجلود. بينتج 3 أنواع من الجلود. أحذية، أو ما الأحذية دي من الجلد أدي نوع، وشنط، وأحزمة، حزام. يبقى هو بينتج 3 حاجات من الجلود، بيعمل أحذية وشنط وأحزمة. فإذا كان للمصنع فرعين، فرع ألف وفرع ب، مثلا نقول فرع فين؟ فرع في الجيزة وفرع في القاهرة مثلا يعني.
وكان متوسط الإنتاج اليومي من كل نوع كالآتي. بص بقى مديني الايه الانتاج بينتج قد ايه. الفرع ألف بيعمل ايه؟ مطلع لي ايه؟ 110 حذاء، بيعمل 110 حذاء في اليوم، و 200 شنطة. طبعا انتوا بتقولوا على المصنع ده شغال ايه، زمان الراجل مات طبعا. و150 حزام. والفرع ب بينتج ايه؟ بيطلع 140 حذاء و180 شنطة و120 حزام. طالب مني بقى ايه؟ ضع هذه المعلومات في صورة مصفوفة، بس عايزها بطريقتين مختلفتين.